أنا مش جاي أحكي لك خرافة ولا أحكي لك فيلم مرعب. أنا جاي أحكي لك عن قوم موجودين دلوقتي وبيحفروا ومستنيين اللحظة اللي هيخرجوا فيها. قوم محدش هيقدر يوقفهم. اسمهم يأجوج ومأجوج. تخيل ملايين بياكلوا كل حاجة، بيقتلوا كل شيء، وما بيتكلموش، بس بيصرخوا صرخات تقطع القلب. أجسامهم مش عادية، وعيونهم حمرة، وأسنانهم طالعة لبره، وكل ما ياكلوا يجوعوا أكتر. كانوا بيخرجوا على البشر يعيثوا في الأرض فساد، وربنا بعت عليهم واحد اسمه ذو القرنين. بنى عليهم سد ضخم من الحديد والنحاس، وسد عليهم بين جبلين. ومن ساعتها وهم كل يوم بيحفروا، بيحاولوا يطلعوا، وفي كل مرة يفشلوا لحد ما يقولوا نكمل بكرة. بس يوم ما هيقولوا نكمل بكرة إن شاء الله، السد هيتكسر. لما هيخرجوا مش هيسيبوا أخضر ولا يابس، هيشربوا المياه ويمشوا فوق الأرض ويقتلوا كل مخلوق يقف قدامهم. ولما يخلصوا على أهل الأرض هيبصوا فوق ويرموا سهامهم للسماء، وهيقولوا قتلنا أهل السماء كمان. بس هنا قدرة ربنا تظهر، مش جيش ولا سلاح ولا نار، لكن دود صغير اسمه النغف هيدخل في رقابهم ويموتهم كلهم بدون طلقة ولا صوت ولا مقاومة. هي دي نهاية يأجوج ومأجوج، نهاية ربنا هو اللي كتبها. خليك فاكر، الأرض دلوقتي بتتهز عشان هم لسه بيحفروا.